الأخبار الموجزة اليوم السبت. قال المتحدث الرسمي باسم الإمارة الإسلامية المولوي ذبيح الله مجاهد: تم تصدير مشروب غازي مصنوع من ماء الرمان من قبل شركة بامير كولا إلى أمريكا من مقاطعة هرات لأول مرة. قال وزير الخارجية الأفغاني المولوي أمير خان متقي إلى إيران: سيطروا حدودكم، ليس لدينا حدود مشتركة مع سوريا وعراق وليبيا. عقدت ندوة دينية وعلمية لمعلمي الثقافة الإسلامية من جميع جامعات أفغانستان والأئمة والوعاظ من قبل قيادة وزارة التعليم العالي، وتستمر 3 أيام. قال مدير العام لشركة السياحة الأفغانية إنه سيتم بناء 4 فنادق هذا العام بتكلفة 64 مليون أفغاني في مقاطعة نورستان وزازي أريو في مقاطعة بكتيا ومنارجان في مقاطعة غور وبند أمير في مقاطعة باميان. أقيم معرض توتا الثقافي في مقاطعة بنشير بدعم مالي من إدارة الإعلام والثقافة في تلك المقاطعة في منطقة باراخ بازارك. شارك في هذا المهرجان عدد من المسؤولين والشعراء والكتاب من الإمارة الإسلامية. صرحت إدارة الصحة العامة في مقاطعة زابول: قد تحسنت الخدمات الصحية في مقاطعة زابول مقارنة بالماضي، وتقدم الخدمات الصحية للناس بطريقة جيدة. صرحت وزارة الداخلية: جمعت شركة مكافحة المخدرات بمقاطعة بروان 100 مدمن مخدرات من مناطق مختلفة في إطار حملة جمع المدمنين. وتضيف الوزارة أنه تم إحالة جميع المدمنين للمراكز الصحية للعلاج.